بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك على ما لم أزل أتصرف فيه من سلامة بدني، ولك الحمد على ما أحدثت بي من علة جسدي، فما أدري يا إلهي أي الحالين أحق بالشكر لك، وأي الوقتين أولى بالحمد لك. أوقت الصحة التي هنأتني فيها من طيبات رزقك ونشطتني بها لابتغاء مرضاتك وفضلك، وقويتني معها على ما وفقتني له من طاعتك، أم وقت العلة التي محصتني بها والنعم التي أتحفتني بها تخفيفا لما ثقل به على ظهري من الخطيئات، وتطهيرا لما انغمست فيه من السيئات، وتنبيها لتناول التوبة، وتذكيرا لمحو الحوبة لقديم النعمة. اللهم فصل على محمد وآله، وحبب إلي ما رضيت لي، ويسر لي ما أحللت بي، وطهرني من دنس ما أسلفت، وامح عني شر ما قدمت، وأذقني برد السلامة، واجعل مخرجي عن علتي إلى عفوك، ومتحولي عن صرعتي إلى تجاوزك، وخلاصي من كربي إلى روحك، وسلامتي من هذه الشدة إلى فرجك. في رحاب اختتام المخيم الإلهي الرمضاني وحلول عيد الفطر المبارك، حيث يتم توزيع الجوائز على الناجحين في هذا المخيم، أسأل الله برحمته وفضله أن يكتبنا مع الناجحين، كما أسأله عز وجل أن يتقبل أعمالكم من الصيام والصلاة وتلاوة القرآن والدعاء والذكر والتوسل والصدقة وصلة الرحم وخدمة الناس وسائر الأعمال الصالحات. وأغتنم الفرصة لأشكر الله عز وجل وأطمئن المؤمنين والمؤمنات على ما من الله علي من تحسن في وضعي الصحي، وأشكركم على ما غمرتموني به من لطفكم وعاطفتكم ومحبتكم التي تجلت في دعائكم وتوسلكم وزيارة المراقد المطهرة ونذوركم ودموعكم وعيادتكم ورسائلكم المعبرة عن مدى تلك المحبة. كما أشكر الطاقم الطبي الذي واكبني بكل جدارة واهتمام وعطف وحنان، من أطباء وممرضين وممرضات ومديرين وعاملين وعاملات، سائلا الله عز وجل أن يحفظكم سالمين ويتقبل أعمالكم بأحسن قبول، إنه سميع مجيب الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا أرحم الراحمين.